زي ما احنا شفنا كده احنا عاملين نظام امان حيوي للصواب، بحيث ان ما ننقلش اي امراض من بره المزرعه اللي هنا، وخاصه امراض زي النيماتودا ولا حاجه. احنا عارفين النيماتودا دي اساسا بتتنقل مع الرمل، مع الرجل، مع اي حاجه، طالما دخلت في الميه ومشت في التربه استحاله تطلع تاني منها. فبالتالي احنا الحمد لله مأمنين نفسينا في الموضوع ده. لسه احنا ان شاء الله هنحط مصايد الحشرات باذن الله. احنا يمكن هنا عاملين زي ما احنا شفنا كده قافلين المكان كله، بحيث ان مفيش اي حشره تخش جوه. ده خيار، ويمكن هنلاحظ ان في بعض الاوراق بتبقى صفرة. ده نتيجة ان المية هنا ملوحتها زيادة شوية، يعني اكبر من الملوحة اللي يتحملها الخيار بشكل طبيعي. زي ما شايفين هنا كده في عندنا ما شاء الله برضو انواع من الخس موجودة زرعينها. يمكن كل اللي احنا زارعينه من طماطم وفلفل وخيار وشبت وبقدونس وكل الخضروات اللي احنا عاملينها مش متأثرة بالملوحة بتاعة المية، لكن الخيار هو الوحيد اللي متأثر. يمكن احنا شايفين هنا ابتدى برضو هو يظهر هنا ان شاء الله. لكن احنا هنحاول ان احنا هنحط هنعالج الملوحة دي بأي طريقة. يمكن عملنا بير، البير دوت الملوحة بتاعته طلعت حوالي 500 600، فان شاء الله هنشغله ونستبدله بالبير التاني بإذن الله.